اسمحوا لنا النهاردة نقدم لكم وصفة مختلفة عن اللي انتوا شفتوها قبل كده. الوصفات اللي فاتت يا بنات كانت كلها حلويات، اما النهاردة هنحشيها لحمة مفرومة وهتشوفوا الجمال والحلاوة بعينيكم، ولازم تجربوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. وعايزة اقول للامارات اللي بيشوفونا لاول مرة وصفاتنا دايما اقتصادية وعلى قد ايديكم من قلب مطبخكم، يلا بينا نصلي على الرسول ونبتدي وصفتنا على طول. معانا 300 جرام من دقيق القمح ما يعادل 4 كوبايات، ولو دقيق الغلة ما يضرش يا بنات، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وما تكتروش عشان وجوده في العجينة خطير ممكن تفلق منكم، فكونوا حريصين انها معلقة صغيرة. وكمان معانا 100 جرام من الزبدة المتماسكة، ولو عندك من المطبخ عادي، هي زمانها دلوقتي مش سايحة، المهم انها ما تبقاش سخنة. وال100 جرام هيعادل 4 معالق ويبقوا مليانين، وبعدين هنفركهم في الدقيق كويس ونتأكد ان الدقيق شربهم بالكامل، وهننزل بكوب زبادي مخفوق يعادل علبتين 2 من السوبر ماركت، وهتخفضيهم بالمعلقة، وكمان هتحطي عليهم شوية ملح عشان وصفتنا حادقة، وهننزل بصفارة البيض، وكده وصفتنا كل مكوناتها بقت كاملة اقتصادية وعلى قد ايديكم. هنفرك المكونات مع العجين عشان كله يتجانس مع بعضه بايدينا الاول، وبعد كده هنكبسها عادي. كل وصفة بقول لكم ما تكبسوهاش، بس المرة دي وصفتنا مختلفة لانها حادقة وعليها ملح مش عليها سكر. وبعد كده هنغطيها كويس جدا وهنسيبها ترتاح، ومهم انها ترتاح لمدة 10 دقايق او ربع ساعة. يلا بينا نخش على عجينة الحشوة الداخلية. الحشوة الداخلية عبارة عن 3 بصلات كبار ويبقوا مبشورين، وكمان حبتين 2 بطاطس ويبقوا متقطعين قطع صغيرة جدا، اللحمة المفرومة حسب رغبتك انتي، والبهارات اللي موجودة عندك في المطبخ. انا هنا معايا ربع كيلو لحمة بس، اما انتي لو عايزة تعملي نص كيلو يبقى هتزودي في العجينة بتاعتك وتزودي المقادير، او تعمليها على مرتين 2 عشان تطلع معاكي مظبوطة. وما تنسوش يا امارات تحطوا معلقتين زيت او 3 معالق على الخلطة اللي زي العسل ديت عشان تساعدها في السوى وهي في الفرن تستوي بسرعة. وبعد كده هنرجع لعجينتنا اللي ارتاحت 10 دقايق. ولو لسه بتسمعوني لغاية هنا صلوا على الحبيب قلبكم يطيب عليه أفضل الصلاة والسلام. بالقطاعة وهنقسمها جزئين 2 قدام عينينا كده، وقلنا قبل كده لو عندكم ميزان وفروا على نفسكم وقطعوها قطع متساوية قد بعضها. المهم يا أمارات ان احنا نطلع 12 قطعة، وما تخافوش العجينة هتكفي وتوفي. هنكور كل قطعة ونتأكد ان احنا كورناها مظبوط عشان مش عايزين القفل بتاعها يبان ويبقى شكلها مش لطيف، وكمان ما يدخلهاش هوا. وعلشان نبقى حريصين انها ما يدخلهاش هوا لازم هنغطيها وكويس جدا، وهنسيبها برضو ترتاح لمدة 10 دقايق. ودي خطوة مهمة بنقولها في كل وصفة، لازم تريحوها وهتطلعوا واحدة واحدة من تحت الغطا. احنا الجو ساقعة، وحتى لو الجو صيف ما تطلعوش الا واحدة بس، خافوا عليها عشان البيكنج باودر ممكن يخليها تشقق. وبعد ما ندورها ونتأكد ان سمكها كله قد بعضه مفيش حتة اتخن من التانية، هنجيب القطاعة يا اما السكينة وهنقطعها 4/4 من الاطراف. وخدوا بالكم يا امارات وانتوا بتقطعوها لازم المنطقة اللي في النص تكفي الحشوة بتاعتكم عشان ما تبقاش طالعة من الوردة، يعني تسيبوا مساحة تكون كويسة جدا تكفي الحشوة معاكم. ونبتدي نلفها على هيئة وردة كده، تعملوا زي ما انا بعمل بالظبط، تاخدوا ربع وبعدين الربع اللي فوقيه وبعدين الربع اللي فوقيه، وهتلاقي الوردة اكتملت معاكي. وتفتحيها من فوق، ولو عايزة تحطي عليها جبنة من فوق الوش وتزودي الخلطة بتاعتك وماله ما يضرش، هتبقى اجمل واجمل، وكمان شكلها هيبقى احلى واحلى. انا هنا حاطه اللحمه والحشوه بتاعتنا بس ما حطيتش جبن، لو انتوا عايزين تضيفوا الجبن يا امارات ضيفوها وهتعمل معاكم لمسه جميله جدا، وكمان طعمها هيبقى احلى. احنا متعودين على وجود الجبنه في العجاين بتاعتنا. وتأكدوا ان الوصفة هتبقى جميلة جدا واطفالكم وعائلتكم هيحبوها، وبرضو منه تجديد وافكار جديدة، واحنا بناخد افكار مع بعض وبنضيف لبعض لمسات عصرية وافكار جديدة. اتمنى فكرتنا تكون بسيطة على قلوبكم وخفيفة يا بنات، وتجربوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات، لانها لذيذة وجميلة جدا وشكل جديد بفكرة جديدة. واحنا كده كده بنهتم باللمسات العصرية وبنشوف اي حاجة جديدة ونبقى حابين نطبقها، والفكرة هتعجبكم مجربة ومضمونة.
هنرص الوردات العسل في الصاج الخاص بالفرن، ولو مش عندك صاج خاص بالفرن وهتستخدمي صينية عادية يبقى تفرشي تحتها ورقة زبدة علشان ما تتحرقش وتحافظ لك على الوصفة بتاعتك. وهندهنها بمعلقتين لبن وعليهم صفارة بيض، وحط عليهم شعرة قرفة عشان الزفارة ما تبانش معاكي. وبعد كده هندخلهم الفرن متوسط الحرارة ويبقى شمعة وعينك عليه، ولو ميكروويف هيبقى 170 درجة وبرضه نص ساعة وعينك على حاجتك. انت عاملة مجهود ومش عايزينها تتحرق وهتطلع معاكم بالجمال والحلاوة دي. الله على كده، بالهلا والشفا على قلوبكم يا حبايب قلبي. وصفتنا سهلة وبسيطة، أنا عايزاكم تجربوها يا بنات لأنها هتعجبكم وفكرة جديدة وطعمها زي العسل. وبرضو اللي برشح لكم الأفكار اللي على القناة أتمنى تجربوها، واسمحوا لي برضو أقدم لكم الأفكار الجديدة العصرية اللي هتبهر أطفالكم وعائلاتكم إن شاء الله لما تجربوها. وأيام رمضان محتاجة التغيير يا بنات، لازم تهتموا. وكده كده وصفاتنا ما بتاخدش وقت منكم ولا مجهود. أختكم في اللم ورودي وست الحبايب، واستنونا بكرة والسلام عليكم.